أطلقت الأكاديمية الصينية للعلوم برنامجا دوليا يهدف إلى تطوير أبحاث طاقة الاندماج، كاشفة عن خطتها البحثية لجهاز توكاماك الجديد التجريبي فائق التوصيل للبلازما المحترقة، وذلك لإنشاء شمس اصطناعية. وقد اجتمع علماء الاندماج من أكثر من 12 دولة يوم الاثنين في مدينة خبي وسط الصين، حيث وقعوا إعلانا يدعو فيه إلى تعزيز التعاون الدولي. ومن المقرر الانتهاء من بناء هذا الجهاز بحلول عام 2027، وباعتباره الجيل الثاني من الشمس الاصطناعية فإنه سيهدف إلى تحقيق إنتاج طاقة اندماجية تتراوح ما بين 20 إلى 200 ميجاوات، وإنتاج طاقة لأكثر من الطاقة المستهلكة خلال هذه العملية، وإظهار جدوى طاقة الاندماج لتوليد الكهرباء.